الحاجات اللي انا خلصتها في شهر 9 وهكررها تاني ولا لا. كلكم عارفين ان انا مش بحب الشاور جل، انا بحب الصابون الطبيعي، ودي صابونة الصندل من اورا جميلة. انا بحب الصابون الطبيعي يا جماعة ان انا اعمل شاور بيه. برضو شاور جل من شيا بادي بوتيك بالريحة بتاعة تروبيكال ايلاند، لذاذ جدا جدا، حبيتهم. فيشل كلينزر بتاع شان حلو جدا يا جماعة، لو اي حد بشرته جافة او مش عايز هارش فيشل واش يجربوا، حلو قوي. شامبو سيرابايب من الفيفوريت شامبوز اللي انا بستخدمها. انتي هير لوس شامبو من مقام، حلو جدا، مهم جدا في روتينك لو انتي شعرك بيتساقط. كونديشنر ده من اورب بالكوكونات، عندي من كتير ومش عارفه. صابونه ترايتكت دي من احلى الحاجات اللي انا بحب انضف بيها فرشي والسبونجز بتاعتي. مقاطعه. ديودرنت ديرماتيك لذيذ وريحته حلوه، بس لازم تحطيه بشكل يومي، ما تفوتيش يوم. ديودرنت ستارفيل العشق. نايسيناميد فلورش ده كده كده انا بشربه. فيتامين سي سيرم من ستارفيل لذيذ جدا. كريم هابينس من مقام لشعر الاطفال لذيذ جدا، انا كنت بحط منه وبيعجبني جدا. مقاطعه. ماي فيفورت سنت من اللاين بتاع البادي سبلاشز بتاعت ايفا، بقول لكم على البيج اللي انا بجيب منها السبلاشز دي باحسن سعر. البادي واش بتاع سوب اند جلوري تحفه، هم اصلا البرودكتس بتاعتهم كلها حلوه جدا. وده اسمه كلين جيرلز، معطر الملابس والفرش والبيت بتاع ميم، ده احلى حاجه ممكن تشموها. الريحه دي كان اسمها زفاف، دي كانت احلى ريحه بجد، ما فيش احلى منها. اخيرا خلصت باودر نوت، من احلى الباودرز اللي انا بحب استخدمها. دكتور ماديكا سوسايد كريم من لابيلاج الكوريه، لذيذ جدا، حلو جدا if you're on an anti-aging routine. اي باتشز بتاعت ايون ليب اللي هي اللصقات اللي تحت العين، ودي I think كانت بالسامن اويل وفيها كمان بيبتايدز، بحبهم بصراحه. كريم العين بالريتينول من روك، هو يعني اقوى حاجه هتستخدميها للتجاعيد حوالين العين. مقاطعه. التنت ده جايباه من مليون سنه وكنت بستخدمه كتير جدا ولسه خلصان، من براند توني مولي. ليب اويل من AOA، البراند دي انا بعشقها يا جماعه. كونسيلر نيكس والكونسيلر بتاع ريفولوشن اخيرا خلصته. كان المفروض بالهايلورونيك اسيد بس كان بيحرق تحت عيني جدا، وده مش احسن حاجه لو انت بشرتك جافه. تونيك الشعر اللي بالكافيين من ايسانا، يعني لو عايزين له ريفيو لوحده قولوا لي وانا اعمل لكم ريفيو ليه لوحده، لان رايي فيه مختلف شويه. ودي مجموعه مسك خلصتها، يعني مثلا خلصت مسك سنشوال ده ومسك الفانيلا، وده المسك الابيض بتاع جوري اسنس، مش محتاجه اتكلم عن جوري اسنس. وبس كده، لو عندكم اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتس، ولو عايزين ريفيو مفصل عن حاجه معينه برضو قولوا لي تحت في الكومنتس. وكل شهر وانتم طيبين، ويا رب ما تقطع لنا عاده.